هنا حبايبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء يوسف ورحمه الله وبركاته. حبايبي جبنا الزيتون الجميل ده عشان نخلله. بصوا الزيتون، كميه الزيتون اللي انا جايباها اهيت عشان نخللها. هنقطع كده من النص الزيتون كده، الزيتون التفاحي اسمه التفاحي، قطع بسيط جدا، وهنقعها في الميه لمده 3 ايام واغير عليها الميه كل يوم. بصوا هو عامل زي التفاح اصلا، هو اسمه زيتون تفاحي. بصوا حبايبي اهو، هخلص كل الكميه بتاعتي وهعمل بصوا تفاح عامل زي التفاح بالظبط. هغير كل يوم عليه الميه الصبح او في اي وقت زي ما تحبي. بس بقى ايه، ونحضر بقى شطه والحاجات بتاعتنا، وتعالوا نشوف بعد كده هنعمل ايه. كده يا حبايبي الزيتون اهوت بعد ما حطيت 3 ايام كل يوم اغير عليه الميه. نحط الزيتون كده، نحط جزر، ونحط فلفل. نرجع تاني نحط الزيتون كده، وبعديها جزر، نحط زيتون تاني، ونحط فلفل. كده يا حبايبي بعد ما خلصنا الكميه بتاعتنا كلها، الزيتون بتاعنا اهو، دي كمان نشيلها كده خلاص. نحط الجزر بتاعنا كده عليها، كده بعدين اخر حاجه بقى عندنا نحطها فوق الفلفل. تعالوا نشوف الخطوه اللي بعد كده، الميه بتاعتنا ازاي هتكون عامله اهي. ميه، انا حطيت الميه بتاعتنا الكميه على قد المقدار، وحطيت كيس من الملح او كوبايه من الملح بتاع التخليل. الاول عشان نستفاد بده هنعمل كده، عشان نستفاد بالحبه دي. وحطيت عليهم شطه، لازم نشوف الحبه كده. هنزودها ميه بشطه تاني. بصوا حاجه بسيطه جدا. حاجه بقى هنحط حبه زيت صغيرين جدا زي ما انتم شايفين كده. والورقه دي اللي هي بتاعه الملح هستخدمها كده عشان اطلع اي فراغات من الهواء كده، بس كده، واقفل عليهم جامد كده. وبكده ده الزيتون بتاعنا. الف هنا وشوف على قلوبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مع يوميات فروح.